ايه يا بولا بس اللي تتحكم في سلوكياتي ومصيري وقراراتي؟ اقول لك سنه 2003 مشروع الجينوم البشري اللي كان قالب الدنيا والمجتمع العلمي ساعتها قال لك ان 50 ل 80% من سلوكياتك ناتجه عن الدي ان ايه بتاعك. يعني لو الدي ان ايه بتاعك اختلف سلوكياتك هتختلف. انا عارف ان انت كبشر ما بتمشيش غير بالامثله. في جين اسمه MAOA، ده جين المحارب. الجين ده صديقي لقاه عند واحد سنه 1993، ده عمل فعل اجرامي، لا عنده الجين ده، راح خففوا عليه العقوبه. ليه يا صديقي؟ لان الجين ده يولد عندك اندفاعيات وسلوك اجراميه انت مش مسؤول عنها. هو الجين ده موجود فيك، انت ما كنتش محتاج الجين ده يكون فيك، هتطلعه ازاي؟ فانت هل انت مسؤول فعلا عن قراراتك وافعالك، ولا انت ضحيه لحاجات انت مش بايدك ان انت تختارها؟ كده صديقي ان الناس بتميل انها تقتنع بالافكار اللي موجوده في المجتمع بتاعتها من غير ما تسال ليه.